جاب هؤلاء. والآن كما وعدتكم في إعلاني في الحلقة عبر حسابي في تويتر وفي صفحة الفيسبوك بأن هناك مداخلة لطالب علم، لن أقول الطفل ياسر لأنه يبلغ من العمر 9 سنوات، لا، نحن الأطفال، إنما الشيخ ياسر. الشيخ ياسر الآن من طلبة العلم في دار الحديث بدماج الذي لم يتجاوز 9 سنوات. استمع أنت أيها الآن يا ولي الأمر، استمع الآن أيتها الأم، استمعوا لهذا النموذج الآن أو النموذج الآن من دار الحديث بدماج. قد تتلعثم الكلمات في فمي فرحا وسرورا وانشراحا لهذا الجيل بإذن الله الذي صدع وأسقط عرش كسرى بإذن الله. أحفاد عمر الآن بإذن الله تعالى تستمعون إلى نموذج لهذا الجيل الذي ما زال الخير في أمة محمد إلى قيام الساعة. لا ننظر إلى الذين يتسابقون إلى المدرجات وغيرها وبالتفحيط بالسيارات وغيرها، والله العظيم أننا أصبحنا لبان في أثمام الناس وللأسف الشديد وفي أثمام المجتمعات. لكن هناك من يسد هذه الثغرة ومنهم الشيخ ياسر، فاستمعوا له ولما يقول. سلام الله عليك ورحمته وبركاته شيخ ياسر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا ابني وبارك الله فيك وجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين. آمين. تفضل. الحمد لله رب. نعم، كم عمرك يا ياسر بداية؟ 9 سنوات. ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أدع لك المجال يا شيخ ياسر في هذه الدقائق، تفضل يا أخي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، يقول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن في دماج محاصرون إلى الآن ولا نستطيع الخروج من الملاجئ لأن الحوثيين يقصفون علينا بجميع الأسلحة، يقصفون على البيوت وعلى المساجد والطرقات بجميع الأسلحة عدا الطيران، وقد قتل بعض إخوانهم من الأطفال بسببه، والله المستعان. ونسأل الله سبحانه أن يكفينا شرهم بما شاء وأن يجعل الدائرة عليهم. وهذه كلمة أناشد فيها إخوان المسلمين كبارا وصغارا شيوخا وشبانا أن ينقذونا بعد الله وأن يتعلموا لآلامنا ويحزنوا لأحزاننا، فأنتم منا ونحن منكم. جاء العيد ولم نفرح كما فرح أبناء المسلمين، فلا لعب ولا حلوى ولا خروج التفسح ولا زيارة للأقارب والأصحاب، بل حبس بالملاجئ والأمتار وضرب بالمدافع والدبابات والصواريخ والرشاشات. فما دون ذلك فنحن نتعلم بالليل والنهار ننتظر الفرج من الله عز وجل، فحالتنا شديدة جدا خاصة عند الأطفال والنساء وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مع قلة الدواء أو انعدامه والطعام أو شبه انعدامه وفقدان الماء. قلنا هذه الكلمة عملا لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ويقول الله سبحانه: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ولأن حكومتنا وصفها الله لم تقم بواجبها فندعو إخواننا في دول الجوار وغيرهم أن يتكرموا لإنقاذنا ورفع الظلم عنا، فإن الله يقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون.
اللهم إنك تعلم أنهم بغاة معتدون، تهلكهم وأجلهم وتزجي الأرض من تحت أقدامهم، ولا تجعل لهم غرانا ولا تمكينا. اللهم مكن منهم ولا تمكنهم علينا، وسلط عليهم ولا تسلطهم علينا. اللهم إنهم سلكوا الدماء وقطعوا الطريق ورووا الآمنين وحاصروا البريئين، فاقتلهم بتلا وأخذهم عدلا ولا تبق منهم أحدا. اللهم بود مكرهم وامكر بهم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واقضي الرعب في قلوبهم. اللهم أنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب شيخ ياسر، ماذا تدرس في دار الحديث؟ هل تحفظ القرآن وما تحفظ مع القرآن؟ أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. أحفظ الجزرية في التجويد وتحفظ الأطفال والأربعين النووية. قاربت الآن على الانتهاء من حفظ عمدة الأحكام، والآن لم أستطع حفظ شيء لأن الحوثيين شغلونا بسبب الحرب والحصار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص يا دكتور. بارك الله فيك يا ولدي، ونفع بك الإسلام والمسلمين. آمين. شكر الله لك.